تخيل معايا مكان زي اللي قدامك ده بالظبط، مستودع كبير جدا من الكتب مش عارف تجيب اخرها، وفي قدامك راجل كبير في السن شعره ابيض قاعد على مكتب وشكله يوحي انه شاف في الدنيا ياما ويقدر يجاوبك على اي سؤال. اول ما تقعد قدامه على المكتب يظهر كتاب مكتوب عليه اسمك، يبص على الكتاب وبعدين يقوم باصص في عينك بعدها بلحظة وهو مبتسم كأنه قرأ الكتاب كله في اللحظة دي ويقول لك أهلا، سمعك، تحب نبدأ بإيه؟ بعدها تبدأ انت بقى تسأله أسئلتك وتشكيله همومك. الفكرة هنا ان الراجل ده مش فاكرك وما يعرفش انت مين اصلا، بس هو قادر يجاوب على كل أسئلتك كأنه عارفك من زمان. والفكرة انه قادر يعمل ده معاك انت وملايين غيرك كلكم في نفس الوقت. والفكرة هنا كمان ان الراجل ده ما بيعرفش يفكر ولكنه متدرب كويس قوي ازاي يفهمك ويقدر يرد عليك وازاي يقدر يحط كلمة ورا كلمة علشان في النهاية تحس ان انت قاعد تتكلم مع حد عارفك كويس جدا وعارف كل حاجة انت بتسأل عنها. ده كان تخيل بسيط عن الذكاء الاصطناعي وازاي بيشتغل، وفي حلقة النهاردة هشرح لك بالتفصيل ازاي الذكاء الاصطناعي بيقدر يتكلم معاك كأنه شخص، كأنه انسان حقيقي او واحد صاحبك قاعد جنبك. وهل فعلا شركات الذكاء الاصطناعي بتلم بياناتنا؟ وهل في يوم من الايام يقدر يفكر ويبقى عنده وعي زيه زي الإنسان بالظبط؟ لو أول مرة تشوفني اعمل سبسكرايب في القناة ولايك للفيديو. أنا محمد فرج وده كلير فيو. في البداية خالص محتاجين نعرف ايه هو اصلا الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو ببساطة ان احنا نقدر نخلي الكمبيوتر يفهم ويتعلم ويقرر زي الانسان، مش يفكر ولكن يحاول يقلد الانسان في طريقة تفكيره. وعلى فكرة مصطلح الذكاء الاصطناعي مش جديد ومش حديث، مصطلح الذكاء الاصطناعي اول مرة ظهر سنة 1956، ولكن من سنة 56 لغاية سنة 2017 كان التقدم بطيء جدا، وده لان ما كانش فيه تكنولوجيا كافية تمكن العلماء ان هم ينفذوا اللي عايزين ينفذوه. خليني في الاول احكي لك ازاي اصلا الذكاء الاصطناعي ده بيتعمل. يعني اي شركة في الدنيا محتاجة تعمل نموذج ذكاء اصطناعي، ايه الخطوات اللي هي بتمشي عليها علشان تقدر تنفذ النموذج ده وينفع يرد عليا كأنه بني ادم؟ والنهاردة هنحكي قصة اشهر نموذج ذكاء اصطناعي شات جي بي تي، والشركة اللي بتمتلك شات جي بي تي هي شركة اسمها اوبن اي اي. قبل سنة 2017 شركة اوبن اي اي كان عندها فكرة زي كل افكار شركات التكنولوجيا اللي موجودة في السوق. هل نقدر نعمل نموذج ذكاء اصطناعي يحاكي طريقة تفكير البشر، يقدر يفهم كلام البشر ويقدر يرد عليهم كأنه بني ادم؟ في البداية الموضوع ده كان شبه مستحيل لان امكانيات التكنولوجيا اللي موجودة في الوقت ده ما كانتش تسمح ان حاجة زي دي تحصل، لغاية ما تيجي سنة 2017. سنة 2017 ظهر تصميم جديد اسمه ترانسفورمر، والترانسفورمر ده هو الطريقة اللي بيقدر بيها الكمبيوتر يتعامل مع الداتا اللي بتدخله. قبل ترانسفورمر كان الكمبيوتر بيتعامل مع الداتا اللي داخلاله كلمة كلمة، يقرأ الكلمة الأولانية بعدها يقرأ الكلمة التانية بعدها يقرأ الكلمة التالتة، وكان آخره خالص يربط كل كلمة باللي قبلها أو كل كلمة باللي بعدها. ولكن سنة 2017 لما ظهر ترانسفورمر قدر يغير النظام ده بالكامل. الكمبيوتر بقى يقدر يقرأ الكلام كله مرة واحدة، مش سطر سطر ولا كلمة كلمة، ولكن لو دخلت له كتاب يقدر يقرأ الكتاب ده كله مع بعضه، ويقدر يربط الكلام اللي في الكتاب الكلمة باللي قبلها بأول كلمة خالص بالكلمة اللي كانت في الصفحة اللي فاتت، ويقدر يعمل سياق ما بينهم. ومن هنا قدرت شركة اوبن اي اي ان هي تبني نموذج ذكاء اصطناعي على تصميم الترانسفورمر. اول حاجة عملتها اوبن اي اي ان هي جمعت بيانات بكميات مهولة، ملايين الكتب والمقالات والفيديوهات والصور والمحادثات ما بين الناس، وبدأت تغذي نموذج الذكاء الاصطناعي بكل البيانات اللي قدرت تجمعها. والنموذج بدأ يحلل البيانات دي وبدأ يفهمها كلها ككتلة واحدة ويربط الكلام ببعضه.
بعضه ويفهم السياق بتاع الكلام، وبدأ يشوف ازاي الناس بتعبر، ازاي شخص ممكن يقول حقيقة او يقدر يسأل سؤال هو ما يعرفش ان ده سؤال او يعرف ان دي حقيقة، ولكن هو يقدر يستنتج الصيغة اللي اتقالت بها الكلام ان الكلام ده متقال على انه حقيقة او متقال على انه سؤال. نيجي بقى للمرحلة اللي بعدها. المرحلة اللي بعدها بدأ النموذج يحول الكلمات كلها لأرقام، بدأ يدي كل كلمة رقم، كل كلمة موجودة قدامه في كل البيانات اللي هو جمعها مديها رقم علشان معالجات تقدر تتعامل معاها كأرقام. المعالجات ما بتفهمش الكلام، المعالجات بتفهم أرقام فقط، فكان لازم يحول الكلمات لأرقام علشان تقدر المعالجات تعالجها، وبعدين هو يقدر يحولها تاني لما تطلع له كأوتبوت من أرقام لكلمات ويقدر يعرضها لك انت على الشاشة. نيجي بقى للمرحلة اللي بعد كده. المرحلة دي كانت سهلة وبسيطة خالص، عبارة عن تدريب أولي للنموذج. مثلا يحط له جملة ويقول له كملها، لو جاوب صح يقول له صح، لو جاوب غلط يقول له غلط، دي مش الإجابة الصح، يعرض عليا إجابة تانية، يعرض عليه إجابة تانية، وهكذا وهكذا لغاية ما يقدر يوصل للإجابة الصحيحة. العملية دي استمرت شهور وسنين علشان يقدر النموذج إنه يتعلم إيه الصح وإيه الغلط، وإيه الكلمة المناسبة اللي تتحط بعد الكلمة دي، وإيه الكلمة اللي مش مناسبة اللي ما ينفعش تتحط بعد الكلمة دي. بعدها حصلت حاجة خطيرة جدا، حتى يومنا هذا مفيش حد قادر يفسر ده حصل إزاي. بدأ نموذج الذكاء الاصطناعي أو نموذج تشات جي بي تي يرد ويشرح ويتكلم مع العلماء. محدش علمه، محدش فهمه إزاي يقدر يشرح أو يتكلم، ولكنه بدأ يتكلم معاهم، بدأ يرتب الكلام من نفسه، وبدأ يقول كلمة ورا التانية ورا التالتة. طبعا الموضوع مرعب. هل العلماء توقفوا عن هنا أو شركة اوبن اي اي وقفت هنا؟ لا، كملت، دخلت في المرحلة اللي بعد كده. المرحلة اللي بعدها هي التدريب البشري. بدأوا يدربوا النموذج مع ملايين من البشر بمختلف اللغات ومختلف الثقافات ومختلف الأديان، وكان كل شوية النموذج يتكلم مع بني آدم زيي وزيك بالظبط، أتكلم معاه ويبدأ يرد عليا وأنا أقيم الإجابة دي، والله لا الإجابة دي حلوة، لا الإجابة دي مش حلوة، جاوب الإجابة دي أحسن من الإجابة دي، لما تيجي تقول الكلمة دي قولها بالطريقة الفلانية، هنا ما تشتمش، هنا اللي انت بتقوله ده غلط. واستمرت العملية دي سنين وسنين. بعد ما التدريب البشري خلص ندخل على آخر مرحلة، وهي مرحلة الشبكات العصبية الرقمية. قدر تشات جي بي تي بعد كل التدريب وكل البيانات اللي دخلت له انه يكون شبكات عصبية رقمية موجود فيها كل اللي هو اتعلمه، الكلمات، اللغات، ازاي يرد، امتى يرد، يقول ايه قبل ايه، انهي كلمة مرتبطة بانهي كلمة، وايه بيجي بعد ايه. كل ده اتمرن عليه وبقى متخزن عنده على شبكات عصبية فيها ملايين وملايين البيانات. طيب السؤال برضو هنا، انت شرحت لي هم عملوا النموذج الذكاء الاصطناعي ازاي، هو ازاي بيرد عليا، يعني ليه بيختار الكلمات دي؟ يعني انا لو رحت سألت تشات جي بي تي دلوقتي وقلت له ايه افضل استثمار في الوقت الحالي، فرضا هيرد عليا ويقوم قايل لي افضل استثمار في الوقت الحالي هو الاستثمار في الذهب، انا انصحك انك تنوع استثماراتك، هيبدأ يجاوب عليا اجابة طويلة وكأنه انسان حقيقي. الفكرة هنا هو ازاي قدر يجيب الكلام ده، يعني عرف يجيب المعلومات دي منين؟ وانت لسه قايل لي ان هو ما يعرفش الحقائق، هو يعرف الصيغة اللي بتتقال بيها الحقائق. قدر يجيب الكلام ده بقى منين؟ قدر يجاوب على كل اسئلتي ازاي؟ ببساطة هو بيتوقع. شات جي بي تي مش بيفكر، شات جي بي تي ما عندوش اي اجابات صريحة على اي سؤال محدد. كل اللي بيعمله نموذج الذكاء الاصطناعي ان هو بيتوقع الكلمة اللي هتتقال بعد كده. وخلينا نرجع للمثال اللي انا قلته لك في اول الحلقة. اعتبر الراجل العجوز اللي كان قاعد على المكتب ده هو تشات جي بي تي، والمستودع بتاع الكتب اللي وراه دي سيرفرات شركة اوبن اي اي كلها مليانة كتب 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 كتب، وكل كتاب فيه المعلومات او المحادثات اللي انت اتكلمت فيها مع تشات جي بي تي. بمجرد ما بتدخل المحادثة بتاعتك بتنزل قدام نظام الذكاء الاصطناعي، بيقدر يقراها كلها في لحظة واحدة، ويقدر يربط ما بين الكلام اللي انت قايله له عنك، وفي نفس الوقت هو متمرن على اللغة بتاعتك، ومتمرن ازاي يرد، ومتمرن ازاي يقدر يربط الكلام ببعضه. فانت بتدخل تسأله سؤال، هو كل اللي بيعمله ان هو بيعمل اللي هو متدرب عليه، بيشوف
اكبر احتمالية لكلمة ممكن تيجي بعد الكلمة اللي انت قلتها دي ايه ويحطها، ويقوم جايب الكلمة اللي بعدها اكبر احتمالية، ويقوم جايب الكلمة اللي بعدها حاططها اكبر احتمالية، وده كله وهو بيربط ما بين الكلام وما بين بعضه. هو مش عارف اللي بيقوله ده صح ولا غلط، هو كل اللي يعرفه ان الكلمة دي انسب كلمة ينفع احطها في المكان ده. علشان كده تحس ان الرد بتاعه سلس، وفي نفس الوقت انت لو سألت الشات جي بي تي اي سؤال عبثي او في معلومة غلط هيجاوبك وهيرد عليك، وممكن يديك معلومات غلط، لان الموضوع في الاول وفي الاخر هي عبارة عن سحابة من الاحتمالات. هو بيبص ايه اكتر كلمة احتمالية وجودها في المكان ده عالية، ويقوم حاطط اول كلمة تجيله، يقوم جايب الكلمة اللي بعدها ايه اكتر كلمة مربوطة بالكلمة اللي قبلها والكلمة اللي بعدها والسياق العام للجملة ونسبتها عالية ان انا احطها في المكان ده، تظهر له الكلمة يقوم حاططها. كل ده بيحصل في لحظات من غير ما انت تكون حاسس. علشان كده تحس ان الكلام معاه سلس جدا، كأنه واحد صاحبك قاعد بيتكلم معاك على القهوة. طب السؤال الخطير هنا بقى، هل شات جي بي تي بيقدر يفكر؟ يعني هل هو يقدر ياخد قرارات او يرد على اسئلة مصيرية؟ في الواقع لا، هو مش متدرب على انه يعمل حاجة زي دي. طبعا في ناس قدرت توصل لطرق تتحايل بيها على الطريقة اللي تشات جي بي تي متدرب عليها، ان هو ما ياخدش قرارات، ما يشتمش، ما يغلطش، ما يساعدش على ايذاء الغير، حاجات كتير جدا هو متدرب ان هو ما يعملهاش. في ناس قدرت تتحايل على النقطة دي وتلف السؤال بصيغة او باخرى، ولكن شركة اوبن اي اي على طول بتحاول تحدث وتطور من البرنامج علشان النموذج بتاعها تشات جي بي تي ما يقعش في الغلطات دي تاني. المشكلة الحقيقية هنا بقى ان احنا بقينا بنتعامل مع نموذج الذكاء الاصطناعي على انه شخص حقيقي وواعي، برغم ان هو لا شخص حقيقي ولا واعي ولا بيقدر يفكر، ولكن طريقة تعاملنا معاه هي اللي في حد ذاتها خطر. احنا بقينا بنتعامل معاه على انه واحد صاحبنا، على ان احنا بنروح نشتكي له همومنا. واحدة متخانقة مع جوزها تروح تحكي لتشات جي بي تي، واحدة عندها مشكلة مع واحدة صاحبتها تروح تحكي لتشات جي بي تي. الفكرة هنا مش في البيانات او في المعلومات اللي انت بتقولها، انت بالفعل بياناتك ومعلوماتك موجودين مع شركات كتير جدا، شركة جوجل، شركة ميتا، كل الشركات دي معاها بياناتك ومعلوماتك واي حاجة انت بتحبها او بتكرهها. فما جاتش يعني على شركة اوبن اي اي. الخطر في التعامل مع الذكاء الاصطناعي هو ان انت تتعامل معاه على انه انسان، مش بتتعامل معاه على انه اداة تساعدك وتسهل حياتك. يا رب اكون قدرت اوصل لك الصورة من الاخر وافيدك حتى لو بمعلومة واحدة. كان معاكم محمد فرج، سلام.